بيبدأ مسلسلنا مع ست كبيرة في السن وبتبقى متضايقة لأن حمات ابنها جت وأخدته علشان يحضر المسابقة اللي حفيدهم مشترك فيها، وبتتمنى لو كانت راحت هي كمان معاهم، فبيسكتها جوزها وبيقول لها تعدي الموضوع وما تعملش مشاكل. في نفس الوقت بيظهر ولد صغير اسمه عمرو وبيتكلم عن القصة اللي كتبها واللي بيوصف فيها أفراد عيلته، وبيقول إن أمه مش منظمة لدرجة إنها بتسيب البيت مكركب ومش بتنضفه غير مرة واحدة في الأسبوع. وبيحكي عمرو وبيقول إن البيت بيكون مكركب لدرجة إن أخته مش بتلاقي كوباية تشرب فيها، فبتغسل لها أمها كوباية وبتقول لها خديها واسكتي. وبتكون أمهم فاشلة في الطبخ كمان ومش بتعرف تعمل غير الرز والبيض المقلي، وعمرو وأخته بيضطروا ياكلوا أكلها غصب عنهم لأن مفيش غيره، ويوم ما تتكرم عليهم بتديلهم كوباية لبن أو رغيف عيش. وبعد ما عمرو بيفضح أمه وبيقول إنها فاشلة وقرفاهم في عيشتهم، لكن على الرغم من كده بيحبها وبيصدم الكل وبيعرفهم إن أمه اللي بيتكلم عنها تبقى أبوهم، وده لأن أمهم ماتت بقالها سنين ومن وقتها وأبوهم بقى هو اللي شايل المسؤولية. وبيحكي عنه قد إيه بيحاول يعوضهم عن غياب أمهم، وبيخلص قصته وبيسقف له الكل. وبعد كده بنشوف ست عجوزة وهي بتتصل بحفيدتها علشان تيجي وتشوف ابنها، وهو بيحكي القصة اللي كتبها، فبتقول لها إنها مش فاضية وبتطلب منها تحضر هي وخلاص، وبتقفل معاها بسرعة وبتكون متعصبة. وبنعرف إن البنت دي تبقى البطلة وبتدخل السوبر ماركت على اتنين متجوزين وبتبقى هتضربهم، لكنها بتمسك نفسها على آخر لحظة وبيقول لها الراجل اهدي يا عزيزتي، فبتقول له مراتك اللي جنبك دي هي اللي عزيزتك. وبنعرف من كلامهم إنه يبقى طليقها اللي خانها وبعدها طلقها وسابها تشيل مسؤولية الأطفال لوحدها، وبتزعق له لأنه عايش حياته وسايبها هي تشيل المسؤولية. والصدمة الكبيرة إن مرات طليقها اللي خانها معاها تبقى صاحبة عمرها وبتقول له إنه حقير، لكن بالرغم من كده ما كرهتش الولاد فيه علشان ما يطلعوش معقدين. وبتزعق لمريم اللي هي صاحبتها وبتقول لها تاخد جوزها وتمشي من المكان، لكنها بترفض. وفي أثناء ما هم بيتكلموا بتدخل أم مريم وبتزعق للبطلة وبتقول لها لو مش عاجبك إننا هنفتح سوبر ماركت هنا امشي انتي. فبتمشي وهي حزينة وبتفتكر اليوم اللي اتطلقت فيه وازاي كانت منهارة وكان نفسها جوزها يكمل، لكن جوزها كان مصمم يطلقها علشان يتجوز صاحبتها وكان قاسي معاها لدرجة انها لما حاولت تكلمه بعد الطلاق قال لها ما تتصلش بيه غير لو في مشكلة مع الولاد وقفل في وشها. وبعد كده بنشوف بنت شغالة في سوبر ماركت وبتحاسب زبونة وبتلاحظ ان الفيزا اللي الزبونة بتحاسب بيها شبه الفيزا بتاعت اخوها وبتسألها عنها، فبتقول لها انها بتاعت جوز اختها. وبنعرف انهم قرايب وبتتضايق البنت لان الفيزا بتاعت اخوها وبتبدأ تقلل الحاجات اللي الزبونة هتشتريها، فبتزعق لها وبتقول لها ان اهلها ادوا لاخوها مطعم وهي مستخسرة فيها فيزا صغيرة، فبتقول لها ان اهلها ما ادولهاش المطعم ببلاش لان في المقابل اخد اخوها يعيش معاهم. وبنعرف ان البنت دي تبقى اخت البطل اللي هو ابو عمرو يعني، والبنت اللي بتتخانق معاها دي تبقى خالة عمرو لكنها حرباية شوية وبتحب الفلوس. وفي نفس الوقت بنشوف واحدة وهي بتزعق مع شاب لانه بيصور، وده لانه ما دفعش الايجار بقاله 3 شهور، فبيقول لها على فكرة انا هبقى مخرج كبير وهندمك على طريقتك معايا، فبتقول له والله شكلك لا هتبقى مخرج كبير ولا حاجة، وبتهدده انها تطرده لو ما دفعش الايجار. وبسبب كده بيتصل بابوه علشان يطلب مساعدته، واول ما بيسمع ابوه صوته بيقول له الرقم غلط وبيقفل التليفون في وشه. وبعد ما بيطرد من البيت صاحبه بياخده للمكان اللي هينقل فيه وبيقول له صاحبه يلا هات نص الايجار، فبيقول له امال لو ما كانش كل ده على ايدك وعارف اني سبت البيت اللي كنت عايش فيه علشان معيش ادفع الايجار، فبيقول له لا يا حبيبي ما هو مش ملجأ، وبيطرده. فبيروح بيت واحد صاحبه وبيطلب منه يعيش معاه، لكن مرات صاحبه بتبص لجوزها بلقم كده اللي هو المشرحه مش ناقصه قتله يعني، فبيرفض وبيطرده. وبعد ما بيفقد الامل انه يلاقي مكان بيضطر يروح لاهله وبيخبط على الباب وبيستخبى بعيد شويه، وبتفتح اخته فبتلاقيه واقف بره وخايف يدخل، فبتعرفه ان اهله مش موجودين وبتدخله البيت وبتقدم له اكل. وبنكتشف من كلامهم ان اهله مش بيحبوه لانه بيجري ورا حلم انه يكون مخرج وهم شايفينه فاشل ومستحيل يبقى مخرج. وبتقول له اخته يستخبى في المستودع لان اهلهم لو عرفوا انها دخلته هيطردهم هما الاتنين. وبالليل بنشوف البطل وهو بيتكلم مع صورة مراته وبيتمنى لو كانت عايشة حتى لو كانت اتطلقت واتجوزت واحد غيره لان ده عنده اهون من موتها. في نفس الوقت بنشوف البطلة وهي حزينة بسبب المسؤولية وبتبص لصورة جوزها وبتتمنى لو كان مات وريحها منه، وبتروح تضرب صورته. وتاني يوم جدة البطلة بتتكلم معاها وبتبقى مش عارفة ان جوزها خانها ومفكراه مسافر، وبتسألها هتعمل ايه لو جوزها فكر في واحدة تانية وهو مسافر، فبتضحك كده بحزن وبيبقى نفسها تقول لها انه اصلا طلقها من 3 سنين وكمان اتجوز، لكنها بتسكت علشان مشاعرها هي والولاد، وبتكذب وبتقول لها ان جوزها بيحبها ومستحيل يفكر في واحدة تانية. لكن جدتها مش بتصدق وبتقول لها انها متأكدة ان في حاجة غلط، فبتقول لها ان كل حاجة تمام وبتمشي. وبعد كده بتروح الشغل وبتقابل البطل اللي بنعرف انهم شغالين سوا وبيسلموا على بعض وبيطلعوا الاسانسير اللي بيكون زحمة، فبيحاول البطل انه يقف جنبها علشان محدش يخبط فيها، لكنها بتفكره بيحاول
بيحاول يقرب منها وبتقول له انه مش مظبوط، وبتنصحه يشوف دكتور نفسي وبتندمه على الخير اللي عمله. وهنا هي بتروح تتكلم مع واحد من الموظفين وبتساله مين المدير بتاع المشروع، فبيصدمها وبيعرفها ان البطل يبقى مدير المشروع. فبتخاف انه هيقرفها في الشغل لانها اهانته وقالت له يشوف دكتور نفسي، وعلشان كده بتروح تعتذر له. فبيقول لها ان مفيش حاجه، لكنها بتفضل تعتذر، فبيزعق لها علشان تسكت، وبيبقى صوته عالي لدرجه ان الكل بيسمعه. وهنا بنروح لخالة عمرو اللي بتبقى ماشيه في الشارع، وفجاه الكعب بتاع الجزمه بيتحشر بين الاسفلت، ولما بتحاول تسلك نفسها بيتكسر الكعب وبتطير الجزمه وبتبقى هتقع، لكن على اخر لحظه بيظهر شاب وبينقذها. فبتبص له كده وهي متنحه وبتفكر فيه على انه الفارس اللي ظهر لها على حصان ابيض. واحب افاجئك يا عز المشاهد واعرفك ان اخت البطل تبقى صاحبه الشاب ده وبتكون معجبه بيه كمان. في نفس الوقت بتبقى حمات البطل قاعده مع صاحبتها اللي بتقول لها انها انانيه لانها مقعده جوز بنتها معاها بعد ما بنتها ماتت، وبكده مضيعه عليه فرصه انه يتجوز تاني. فبتتعصب وبتقول لها وانت مالك، وبتقوم تضربها وبتفضل تضرب فيها لحد ما بيجي جوزها وبيبعدهم عن بعض. وفي الطريق بقى بيتكلم جوزها معاها وبيسالها عن سبب الخناقه، فبتعرفه ان صاحبتها اقترحت ان جوز بنتهم يتجوز تاني. فبيتعصب وبيقول لها انه مستحيل يقبل ان احفاده يكون لهم مرات اب. في الوقت ده بنرجع للمخرج الفاشل، واحب افاجئك يا عز المشاهد واعرفك ان المخرج الفاشل ده يبقى اخو البطل، وبيكون جعان علشان كده بيتحرك في البيت وهو خايف ان اهله يشوفوه، وبيروح اوضه اخته وبيطلب منها تجيب له اكل وفلوس. فبتقول له على فكره انا مش ناسيالك انك سرقت فلوسي قبل كده. فبيوعدها انه مش هياخد منها اي فلوس غير اللي هي هتديها له بايديها. فبتدي له فلوس، وفجاه بيجي له اتصال من ابوه، فبيخاف وبيستخبى بسرعه، وبيرد عليه كانه بره، وبيقول لابوه انه قفل في وشه اخر مره لان امه كانت جنبه وكانت هتعمل مشكله لو عرفت انه بيتواصل معاه، وبيقول له انه هيبعت له فلوس. فبيفرح وبيشكره. في الوقت ده بنروح للبطله اللي بتتعصب لان عيالها بيتخانقوا سوا، فبتضربهم وبتطردهم بره البيت، وبتقول لهم انا حذرتكم انكم لو اتخانقتم هطردكم، وبتقفل الباب عليهم. وبعد ساعه بتدخل البيت وبتحضر لهم الاكل بشرط انهم ما يتخانقوش تاني. في نفس الوقت بقى ام البطل بتتكلم مع خطبه وبتقول لها انها عايزه عروسه لابنها وتكون هاديه وبتستحمل العيال الصغيره وما تكونش بتشتغل، ودي كل المواصفات اللي مش موجوده في البطله. في نفس الوقت بنشوف الجده وهي ماشيه في الشارع، وبتتفاجئ لما بتشوف طليق البطله وهو واقف جنب مراته في السوبر ماركت اللي فتحوه، وبتفهم ان حفيدتها خبت عليها ان جوزها سابها، فبتقع من طولها وبتفتكر لما كدبت عليها وقالت ان جوزها هيسافر امريكا وهي هتفضل مع الولاد. في نفس الوقت البطل بيكون سايق وبيتكلم في التليفون، وفجاه بتظهر البطله قدامه فبيخبطها بالعربيه، لكنها مش بتهتم وبتكمل جري، وبتروح لجدتها وبتلاقيها واقفه قدام السوبر ماركت، فبتقول لها تعالي نروح وفي البيت هشرح لك كل حاجه. لكن جدتها بترفض وبتدخل السوبر ماركت وبتضرب طليق حفيدتها هو ومراته. في نفس الوقت البطل بيجري علشان يشوف البطله بتجري ليه، لكنه مش بيلحق يشوف لان ام ريم بتكب الدقيق عليهم كلهم. وبتبص البطله جنبها وبتتفاجئ لما بتشوف البطل وبتساله ايه اللي جابه هنا، فبيقول لها انه جه وراها علشان يديها شبشبها اللي وقع منها وهي بتجري. وبعد كده البطل بيعمل لهم حاجه سخنه وبيحاول يهدي الجو، لكن الجده بتبقى متعصبه قوي وبتكب الميه في وش مريم وهي بتقول عليها حقيره. في نفس اللحظه بتخرج البطل عن صمتها وبتعرف جدتها انها اتطلقت هي وجوزها لانه خانها مع مريم. فبتتعصب الجده وبتزعق لطليق البطله وبتقول له ان حفيدتها عانت وهي بتربي الولاد لوحدها. فبتقول لها ام مريم ما تفكريش حفيدتك ملاك بريء، وبتعرفها ان مريم فتحت السوبر ماركت بعد ما اترفدت هي وجوزها بسبب البطله، وده لانها راحت الشغل وعملت لهم مشكله هناك. فبتقول لها ان بنتها تستاهل اكتر من كده. فبتعيط مريم وبتقول لها انها بتحب جوزها علشان كده اضطرت تخطفه من مراته، وبتبقى حربايه قوي في نفسها. وبتقول لهم ام مريم انها عارفه ان بنتها غلطانه علشان كده بتدفع نفقه الولاد من جيبها. وبعد نقاش طويل ما بينهم بتقول لهم الجده انها صدعت منهم وبتحذرهم من انها تشوفهم تاني وبتمشي. وهنا بنروح لاخت البطل اللي بتروح تشتري هديه لصاحبها اللي بيكون اسمه خالد، وبتاخد الهديه وهي متحمسه علشان تديها له، لكنها بتتصدم لما بتشوف جهاد معاه. واحب افكرك يا عز المشاهد ان جهاد دي تبقى خالة عمرو وبتبقى قاعده تتكلم مع خالد كانهم مرتبطين. فبتتعصب اخت البطل وبتقول حتى ده لحقتي تخطفيه، وبتقرر تدخل لهم وتقطع عليهم اللحظه الرومانسيه دي. وهنا بيتفاجئوا لما بيشوفوها وخالد بيقدمها لجهاد وبيعرفها انها تبقى صاحبته، فبتقول له انها صاحبته هي كمان، وبتعرفه انهم كانوا مع بعض في مدرسه واحده، وبتمثل انها بتحبها وكده علشان تجذب انتباهه وتبين له انها لطيفه. وبتوجه الكلام لاخت البطل وبتعرفها انها قابلت خالد صدفه واتعرفت عليه، وبتقول لها ان اهتماماتهم مشتركه ولايقين على بعض قوي. فبتسمع الكلام وهي هتتجنن ونفسها تمسك جهاد ترزعها علقه محترمه. في الوقت ده بنرجع للبطله اللي بتقول لجدتها انها ملهاش حظ في الارتباط وبتنهار من العياط، وبيبقى البطل بيوصل
بيوصلها وبيكون مركز مع كلامها وبيبان انها صعبانه عليه وبيقول لهم اسف انها قاطعكم بس في حاجه مهمه، انا ماشي ومش عارف عنوانكم فين اصلا. فبتبص له الجده كده وبتقول له هو انت مين اصلا؟ حضرت معانا الخناقه وركبنا معاك العربيه واحنا ما نعرفش انت مين. فبتقول لها البطله انه زميلها في الشغل وبيسالهم البطل عن العنوان وبيوصلهم لحد البيت وبعدها بيودعهم وبيمشي. في الوقت ده بنروح لاهل جهاد اللي بيكونوا واقفين بره وبيشوفوها وهي راجعه متاخر، فبيزعق لها ابوها وبيقول لها انها مش فالحه غير في الخروجات وصرف الفلوس، لكنها بتتجاهل كلامه وبتدخل وبتسيبه. فبيقول ابوها دي خلفه تكسف. في الوقت ده البطل بيجي وبيستغربوا شكله المتبهدل وبيسالوه حصل ايه، فبيقول لهم انه اتكعبل وهو ماشي وفي ست وقعت عليه دقيق بالغلط، فبيصدقوه. وبعد كده بنشوف اخت البطل اللي بتبقى حزينه لان جهاد خطفت خالد منها وبتتعصب وهي بتشتم عليها. في اللحظه دي بيجي لها اتصال منها وبتقول لها انها عايزه تتكلم معاها شويه، فبتوافق تسمعها وهي مش طايقاها اصلا وبتقول لها ان خالد شخص لطيف قوي، فبتتضايق اكتر وبتقول لها ما انا عارفه عايزه ايه يعني. فبتتوتر كده وبتسالها عن مرتب المدرسين، فبتستغرب وبتسالها عن السبب اللي خلاها تسال، فبتكذب وبتقول لها ان صاحبتها عايزه تشتغل مدرسه، لكنها في الحقيقه بتكون بتسال لان خالد شغال مدرس. وبتتصدم لما بتعرف الرقم لانه اقل من مصروفها في الشهر، وبتتردد في خطوه انها ترتبط بيه وبتروح تتكلم مع البطل في الموضوع، فبيقول لها ان الفلوس مش كل حاجه. في نفس الوقت ابو البطل بيكتشف ان ابنه الفاشل موجود في البيت وبيساله هو هنا من امتى، فبيخاف انه يطرده وبيترجى يسيبه في البيت لانه ملوش مكان تاني يروحه. فبيقول لابوه والله انا ندمان على خلفتك بس هعمل ايه مهما كان ابني، وبيقول له يفضل في البيت بشرط انه ما يخليش امه تشوفه. وبتعرف اخت البطل ان ابوها اكتشف وجود اخوها في البيت وبتروح تزعق لاخوها، فبيقلب الترابيزه عليها وبيزعق لها وبيلومها لانها مش قادره تدافع عنه وتصالحوا على امه. وتاني يوم البطل بيشوف البطله في الشغل وبيقول لها انها شجاعه لانها بتربي 3 ولاد لوحدها وبيديلها طاقه ايجابيه وبيمشي. فبتقول البطله انه راجل طيب ويا بخت مراته بيه، فبتعرفها صاحبتها ان مراته ميته وهو ارمل دلوقتي، وبتقول لها انه بيدور على عروسه وبتبقى بتلمح لها يعني. في نفس الوقت عمرو واخته بيتعرفوا على اولاد البطله لانهم بيكونوا مع بعض في مدرسه واحده وبيستلطفوا بعض، وبيرجع مازن للبيت وبيبقى ده ابن البطله وبيعرفها انه قابل عمرو واخته وبيقول لها ان اخت عمرو عايزه تبقى ممثله ودي نفس هوايه اخته، علشان كده بيقترح انهم يتقابلوا بعد المدرسه. فبتوافق امه على طول وبتقول له يبقى يجيب رقم ام عمرو وهي هتتواصل معاها ويتفقوا هيتقابلوا فين. فبتقول لها ان ام عمرو ميته، فبتقول له يجيب رقم ابوه. فبيتحمس الولاد لان ما عندهمش صحاب. في نفس الوقت ام البطل بتتكلم معاه وبتعرض عليه فكره انه يتجوز تاني، فبيرفض وبيقول لها انه مش عاوز يجيب مرات اب لعياله. فبتتضايق امه وده على عكس ابوه اللي بيتكلم معاه وبيقول له ما يهتمش بكلام امه ويعمل اللي هيفرحه، فبينهار من العياط وبيقول له انه مفتقد مراته قوي. وبعد كده ام البطل بتفضل تلوم نفسها لانها زعقت له، فبيقول لها جوزها اللي حصل حصل والاحسن تطفي النور وننام. فبتسمع كلامه وبتستغل اخت البطل الفرصه وبتبعت لاخوها رساله وبتعرفه ان اهلهم ناموا وهي هتجيب له اكل، وبتدخل المطبخ علشان تجهز له اكل لكنها بتتفاجئ لما بتلاقيه جوه وبيقول لها انه ما قدرش يستنى، فبتزعق له لانه هيجيب لها مشاكل مع امهم لو اكتشفت انها مخبياه. وفي اللحظه دي بيجي ابوهم وبيقول لهم يطمنوا لان امهم نايمه وبيقعد ياكل معاهم. وفي اثناء ما هم بياكلوا النور بيشتغل وبيتصدم ابو البطل لما بيشوف مراته وبيقول لها هشرح لك اللي حصل، لكنها مش بتديله فرصه وبتضربهم كلهم. وهنا بيحاول اخو البطل يتكلم مع امه وبيقول لها انه هيلاقي مستثمر وهيعمل الفيلم وهيبقى مخرج ناجح، وبيوعدها انه هيرجع كل الفلوس اللي اخدها منها. فبتقول له لازم تتقبل انك فاشل لان مفيش حد بيفضل 10 سنين مش عارف يخرج اعلان حتى. وبتقول له انها مش هتطرده لانه مش هيهون عليها يبقى متشرد وهتسمح له يقعد في البيت بشرط انه يشتغل وما يبقاش عاطل، وبتعرفه ان دي اخر فرصه ليه ولو ما استغلهاش هتطرده. فبيوافق على شرطها واخيرا بيقدر انه يتحرك في البيت براحته وبيقول ياه ده الواحد ما كانش عايش. في نفس الوقت ابوه بيتكلم مع امه وبيطلب منها تديله اوضه بدل ما هو عايش في المستودع، فبترفض وبتقول له خليه متشرد في البيت كده لحد ما يتعلم الادب. وبتتصل بالبطل وبتعتذر له لانها كانت قاسيه معاه وهي بتتكلم في حوار الجواز. وبالليل البطل بيروح يقابل ابوه وبيساله عن امه، فبيقول له انها متضايقه لانها قلقانه عليه ونفسها يتجوز تاني، وبيقول له انه لازم يتقبل موت مراته وبيعرفه ان هو كمان حزين على موت ابنه الكبير لكنه تقبل الموضوع بعد ولاده. وبيقول له ان الدنيا كده ناس بتموت علشان ناس تانية تيجي وتاخد مكانها، وبيطلب منه يدي نفسه فرصه. وبعد ما البطل بيسيب ابوه بيفضل يفكر في كلامه وبيتصل بامه وبيحاول يطمنها عليه وبيمثل انه مبسوط في حياته. في الوقت ده بنروح للبطله اللي بتتكلم جدتها معاها وبتعرفها انها جابت لها رقم جده البنت اللي المفروض تروح اكاديميه التمثيل مع بنتها، فبتاخد منها الرقم وبتتصل بحمات البطل وبتتفق معاها على ميعاد يتقابلوا فيه علشان يودوا البنات الاكاديميه سوا. وبتروح حمات البطل تعرفه
تعرفه، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقيه جاي له رساله من البطله وبتساله عنها، فبيعرفها انها موظفه شغاله معاه، فبتقلق وبتخاف انه يفكر يتجوز. وتاني يوم جهاد بتتكلم مع اخت البطل وبتعزمها على العشاء، فبتوافق على طول وبتروح على الميعاد، لكنها بتتضايق لما بتلاقيها عازمه خالد وبتقرر تنتقم منها، علشان كده بتسرق الجزمه بتاعتها وبتخبيها. ولما بيجوا يروحوا بيكتشفوا ان الجزمه مش موجوده، وعلشان كده خالد بيشيل جهاد، فبتتضايق اخت البطل اكتر. وبعد كده بنشوف طليق البطله وهو واقف بعيد وبيراقب عياله، فبيشوفوا مازن وبيقول لاخته انه شاف ابوهم، فبتقول له ان ابوهم في امريكا واكيد بيتخيل لانه وحشهم. ولما بيرجعوا البيت الواد بيقول لجدته ان شاف ابوه، فبتتوتر كده وبتقول له نفس كلام اخته، وبتبقى متضايقه لانها كدبت عليه، وبتفضل تفكر هتكدب عليه لحد امتى. في الوقت ده بنروح للبطل اللي بيكون خارج مع البطله، وبتشوفهم الست اللي كانت متخانقه مع حمات البطل، وبتقول لها عملت حوار لما اقترحت ان جوز بنتك يتجوز، طب ما هو قاعد مع واحده تانية دلوقتي. فبتتعصب وبتسالها عن المكان علشان تتاكد، وبتبقى البطله قاعده تراقب البطل لانه طلب منها تيجي معاه لانه هيقابل واحده ومش عارف يتصرف لوحده، وبيكون بيفكر يفتح باب الارتباط علشان يريح امه. وبتفضل البطله تشاور له علشان توضح له يتعامل ازاي مع البنت اللي بيتكلم معاها، وهو بيبقى متوتر ومركز معاها. وبتشوف البنت اللي معاهم فبتزعق للبطل لانه جاي يقابلها وجايب واحده تانية معاه. في نفس الوقت حمات البطل بتتكلم مع صاحبتها اللي بتقول لها ان البطل كان قاعد مع اتنين مش واحده بس، وبتعرفها انها شافت واحده منهم وهي بتزعق له لانه جايب واحده تانية معاه. وبعد ما زعقت له ومشت وهي متعصبه هو ما اهتمش وتعشى مع التانية عادي. وبتتجنن حمات البطل من كلام صاحبتها وبتقترح على جوزها انهم يروحوا لاهل البطل علشان يمنعوه عن اللي بيعمله، فبيقول لها ان ده مش حل لان اهله اصلا عايزينه يتجوز. في الوقت ده بنروح لام البطل اللي بتتكلم مع جوزها وبتقول له انها نفسها ان ابنها يتجوز تاني، لكنها مش هتضغط عليه لان اهم حاجه عندها تشوفه مبسوط ايا كانت الطريقه اللي هينبسط بيها. وبتقول له امال فين ابنك الفاشل، ما شفتهوش من بدري، فبيقول لها ان هو كمان ما شافهوش. في نفس الوقت بنشوفه وهو بيحاول يقنع منتج بانه ينتج له الفيلم بتاعه لكنه بيرفض، وبيقول له ان الشغل كله بيكون للمخرجين اللي بيحققوا ايرادات ومش بينتج لاي حد مبتدئ، وبيقول له انه هيوافق في حاله انه يعمل فيه اغراء، استغفر الله العظيم يعني. فبيقول له انا فاشل بس كله الا المبادئ، وبيمشي وبيسيبه. وهو ماشي في الطريق بيقابل واحده وبيتفاجئ لما بيشوفها، وبنعرف من كلامهم انها حبيبته القديمه وكانت مفهماه انها سافرت امريكا واتجوزت، لكنها في الحقيقه لا سافرت ولا اتجوزت. وبيسالها عن حياتها وعن جوزها، فبتسكت وبتقول جواها كده والله نفسي اقول لك ان كل حاجه خربانه بس خايفه انك تشمت فيا. وهنا بيتعشوا سوا، ووقت الحساب يتصدم لان المبلغ بيكون كبير بالنسبه له لامكانياته الماديه اللي هي معدومه اصلا، وبيدفع وهو حزين على الفلوس وبيودع حبيبته اللي بتكون هي كمان حالتها الماديه صعبه. وده بيبان لما بيتفاصل مع السواق في الاجره. وهنا بيسرح اخو البطل كده بخياله وبيفتكر لما قال لحبيبته انه رايح الجيش ولما هيرجع هيخطبها، ولما رجع لقاها بتقول له ان اهلها عايزينها تتجوز وطلبت منه يتجوزها ويهرب معاها لكنه رفض ورجعها بيت اهلها، وبيلوم نفسه وبيقول انه جبان وتخلى عنها. في الوقت ده بنروح لاخت البطل اللي بتقابل خالد وبيطلب منها تخرج معاه، وبيقترح انهم يروحوا بار سوا، فبتوافق على طول وبتروح معاه. وهناك بيفضل يرقص مع جهاد وهي بتتفرج عليهم وهي حزينه، ده لو قصد يجيبها علشان يذلها مش هيعمل كده. وبتتخانق اخت البطل من منظرهم سوا وبتفضل تشرب وبتكون خربانه خالص لدرجه انها بتخرج وبتقعد في نص الطريق، واول ما بتلاقي عربيه بتقف قدامها وبتركب فيها وبتسند على الشاب اللي بيكون فيها، وبيتصدم من تصرفاتها وبيحاول يفوقها لكنها مش بتفوق، فبينزلها على الارض وبيقول لها عالي شويه وبلاش التصرفات الطايشه دي وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بنروح للبطل اللي بيكون في المستشفى مع البطله، وده لانها فقدت الوعي وهم خارجين من الشغل، وبيقولوا الدكتور للبطله انها هتركب محلول تاني، فبتتكسف من البطل وبتحس انها تعباه معاها وبتطلب منه يمشي وهي هتروح لوحدها، لكنه بيرفض وبيصمم انه يفضل معاها لحد ما تخلص. في الوقت ده بيسمعها وهي بتكلم جدتها وبتقول لها انها مش هترجع للبيت لان وراها شغل كتير، فبيتصل هو كمان بحماته وبيقول لها انه مش هيرجع للبيت وهينام بره، فبتتخض وبتقول لنفسها يبقى اتجوز خلاص. وهنا بيقفل البطل المكالمه مع حماته وبيروح يدي اكل للبطله، وبيكون لطيف معاها وبيكلمها عن حياته وعن مراته، وبيقول لها ان مراته كانت بتخاف من المحاليل زيها. في الوقت ده بنرجع لحمات البطل اللي بتفضل تصيح وبتكون مرعوبه انه يتجوز، وبيشتم جوزها عليه لانه تعب من صياحها، فبتصوت في وشه وبتقول له ما يتكلمش عنه ولا كلمه، وبتفكره لما كان عايز يتجوز عليها والبطل هو اللي اتدخل ومنعه انه يتجوز، وكمان شاله ورجعه بالقوه، وبتقول له انه بالنسبه لها اكتر من ابنها وبتكون شايفه انه سندها في الحياه، وبتبقى خايفه انه يسيبها وده السبب اللي مخوفها انه يتجوز. في الوقت ده بنروح للشاب اللي قابل اخت البطل وهي
متقلة ونزلها من العربية، وبنشوفه وهو بيبص لصورته وبيمدح في نفسه، وبنعرف انه ممثل وبيدور على تليفونه ومش بيلاقيه، فبيفتكر لما اخت البطل دخلت عربيته فاتخض ورمى التليفون من ايده، وبيفهم ان التليفون معاها وبيفضل يرن على تليفونه وهو مرعوب انها تفتحه، وده لانه مليان بلاوي وصور مع الممثلات، ولو حد شاف الصور دي مستقبله هيضيع. في نفس الوقت البطل بيكون مع البطلة وبيتفاجئ لما بيلاقيها بتنام على كتفه، فبيصحيها وهي بتكون مستغربة انها نامت، وبتقول له على فكرة انا مش بنام بسرعة، لكنها اول ما بتدخل جهاز الاشعة بتنام، فبيبص لها وهو بيضحك عليها، وبعد ما بتخلص الاشعة بياخدها وبيوصلها للبيت، وبعد كده بيرجع البيت وبتكون حماته مستنياه بفارغ الصبر، لدرجة انها بتخلي العيال يمشوا علشان تعرف تتكلم معاه، وبيكون البطل مستغرب من نظرات حماته وجهاد ليه وبيسألهم في ايه، فبتزعق له جهاد وبتقول له انهم اكتشفوا انه خرج مع واحدة وبيخطط انهم يرتبطوا، فبيعرفهم انه عمل كده علشان يرضي امه، وبيطمنهم انه كان بيحب مراته ومش عاوز يتجوز. في الوقت ده بتاخد حمات البطل جوزها وبيروحوا يقابلوا اهل البطل وبيتكلموا معاهم وبيطلبوا منهم ما يجبروش ابنهم انه يرتبط، وبيقولوا لهم انهم هيوافقوا على جوازه في حالة انه يكون هو اللي عاوز يتجوز، فبتتعصب ام البطل وبتشوفهم انانيين لانهم عايزين ابنها يفضل لوحده وبنتهم ميتة من 5 سنين، فبتتحجج حمات البطل انها بتعمل كده علشان مصلحة الولاد، وبتقول لهم انها مش هتسمح ان مرات اب تربي احفادها. في الوقت ده بنروح لاخت البطل اللي بتستغرب لما بتسمع رن التليفون غريبة، وبتستغرب اكتر لما بتلاقيه معاها، وبترد عليه وبيكلمها الممثل وبيقول لها ان تليفونها جه معاها بالغلط وبيطلب منها ترجعه، وبتكون هي اصلا مش فاكراه، فهنا بيفكرها لما تقابله وبتتصدم لما بتفتكر اللي عملته، وبتقول له انها ترجع له التليفون، وبيتفقوا انهم يتقابلوا. في الوقت ده بنرجع للبطل اللي بيتصل بالبطلة وبيسألها عن صحتها، فبتقول له انها كويسة لكنها هتاخد اجازة لانها مشغولة، وبتفضل طول اليوم تنظف البيت. وبعد كده بنشوف ام مريم وهي بتصلي في الكنيسة، وبتتصدم لما بتشوف الجدة جنبها وبتطلع تجري قبل ما تتخانق معاها، لكن الجدة ما بتسيبهاش وبتروح تتخانق معاها برضه لانها جت نفس الكنيسة اللي هي فيها، وبتبقى عايزة تضربها، فبتقول لها ان الكنيسة مش بتاعتها علشان تمنعها تيجي فيها، وبتسيبها وبتمشي. وهنا بتروح السوبر ماركت بتاع بنتها وبتقول لها انها قابلت الجدة في الكنيسة، وبتعرفها انها خايفة ان الجدة تفضحها قدام الناس. في نفس الوقت الجدة بتتكلم مع البطلة وبتطلب منها تصارح ولادها بالحقيقة وتعرفهم ان ابوهم ما سافرش لكنه تخلى عنهم وسابهم علشان واحدة تانية، وبتحاول تقنعها ان ده الصح لان كده كده الولاد مصيرهم يعرفوا الحقيقة، لكن البطلة بترفض لانها مش عايزة تطلع ولادها معقدين. وفي اثناء ما هم بيتكلموا مازن بيكون رايح المطبخ علشان يطلب من امه تحضر له الاكل، وبيسمعهم لكنه بيتظاهر بانه ما سمعش حاجة، وبيسأل امه هتحضر الاكل امتى، وبتتوتر البطلة وبتقول انه اكيد سمعهم، لكن الجدة بتطمنها وبتقول لها لو سمع كان سألك عن ابوه لان الاطفال مش بيعرفوا يخبوا. في نفس الوقت جهاد بتتكلم مع البطل وبتقول له انها فكرت في موضوعه وشايفه انهم هيظلموه لو منعوه يتجوز، وبتقترح عليه يدي نفسه فرصه لكنه بيرفض، فبتروح تتكلم مع امها وبتقترح عليها تشوف له عروسه، فبتتعصب امها وبتقول لها ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، لكن جوزها بيشوف ان بنتهم عندها حق ولازم يدوله فرصه انه يرتبط. وبعد كده الجده بتروح السوبر ماركت مع حفيدتها، وهناك بتشوف مريم اللي بتحاول تتعرف على البنت وتبقى لطيفه معاها، فبتبعد الجده البنت الصغيره وبتروح تزعق لمريم وبتقول لها انها سرقت جوز حفيدتها ودلوقتي عايزه تسرق بنتها كمان، وبتضربها بالقلم وبتحذرها انها ما تفكرش تقرب من مازن او اخته. وبتروح مريم تعيط لامها وبتزعق لها لانها سكتت لها وسابتها تتمادى معاها، وبتروح للبطله تتخانق معاها وبتتهمها انها هي اللي بتخلي جدتها تظهر قدامها هي وبنتها، وبتهينهم وبيحاول البطل يبعدها فبتزق ايده وبتقول العين بالعين والسن بالسن، وبتضرب البطله قلم صوته بيسمع لاخر الشارع وبتسيبها وبتمشي. والغريب ان البطله بتفضل ساكته ومش بتعمل اي رد فعل، فبيقول لها البطل انها لازم تنهار وتخرج اللي جواها لان سكوتها ده غلط في اللحظه دي، فبتنفجر وبتقول له ان اللي مزعلها انها الوحيده اللي بتعاني بالرغم من انها ما غلطتش، وبتنهار من العياط، فبيقول لها ما ترجعيش البيت وتختار مكان هادي تريح اعصابها فيه. وهنا هم بيخرجوا سوا لكن البطله بتفضل حزينه وبتفكر في الالم اللي اخدته، وبيسالها البطل هي ليه ما عرفتش ولادها اللي ابوهم عملوا فيها، فبتقول له انها مش عايزه اولادها يكونوا معقدين، فبيقول لها انه اعجب بشخصيتها بعد ما اكتشف انها شخصيه بتشيل المسؤوليه وممكن تيجي على نفسها علشان اللي حواليها، وبيفضلوا يشربوا هما الاتنين لحد ما البطل بيفقد الوعي، فبتسنده البطله وبتبقى محتاره توصله ازاي وهي مش عارفه عنوانه. وفي اثناء ما هي بتفكر تليفون البطل بيرن، ولما بتشوف البطله ان الاتصال من حماته بتقرر ترد علشان تعرف العنوان، وفعلا بتكلمها وبتسالها عن العنوان، وبتروح توصل البطل للبيت، وبتتضايق حمات البطل اول ما بتشوفها وهي بتاخد بالها، فبتعرفها انها شغاله معاه وعلشان كده وصلته وبتسيبها وبتمشي. وبعد كده بنشوف خالد وهو بيتكلم مع جهاد وبيطلب
وبيطلب منها انهم يرتبطوا، فبتقول له انها هتفكر. فبيستغرب كده، تفكر في ايه وهي اصلا اتعرفت عليه؟ وتاني يوم البطله بتتصل بطليقها علشان تاخد فلوس النفقه، وبتكون ام مريم جنبه، فبتشد منه التليفون وبتقول لها الكلام بعد كده هيبقى معاها هي، وبتعرفها انها مش هتديها النفقه لان جدتها ضربت بنتها. فبتتعصب وبتقول لها ما انت كمان ضربتيني، نبقى كده خالصين واحده بواحده. فبتقول لها ان جدتها اللي بدأت، وبتعرفها انها مش هتديها فلوس غير لو جت ركعت لبنتها وطلبت منها السماح. فبتتعصب وبتقفل في وشها وبتقول لها ان ولادها مش هيموتوا من الجوع لو ما خدتش النفقه يعني. وبيكون البطل واقف جنبها وسامعها. في الوقت ده بنروح لطليق البطله اللي بيتكلم مع حماته، وبيقول لها ان البطله عندها كبرياء ومستحيل توافق انها تركع. في اللحظه دي البطله بتدخل وبتسالهم لو هيدوها الفلوس بعد ما تركع. فبتقول لها مريم الحربايه اركعي انت بس وملكيش دعوه. وبعد كده بنشوفها وهي قاعده بتكلم نفسها وبتقول انها اتصرفت صح. وبيكون البطل ماشي وبيشوفها فبيروح لها وبيفهم من شكلها انها ركعت زي ما اتطلب منها، فبيأجر لها عجل علشان يخليها تتبسط وتنسى اللي حصل. وفعلا بتبقى مبسوطه وبتشكره لانه كل مره بيظهر وقت ما بتحتاج مساعده. فبيقول لها انه بيحب يشوفها مبسوطه. وفجاه العجله بتتقلب وبيقع، وبتروح البطله تطمن عليه وبتستغرب انه مبهدل نفسه علشانها، وبتساله لو كان معجب بيها. فبيتصدم من سؤالها وبيقول لها انه بيحب يساعد الكل، وبيعرفها انه وقف جنب زميلتها في الشغل لما كانت متضايقه وخرجها، وكمان وقف جنب واحد من الموظفين لما ابوه مات. وبيقول لها انها مش من نوعه المفضل. وفي اثناء ما هم بيتكلموا في واحده بتعدي بعجله من جنبه، فبيتكعبل وبيقع عليها. وبيتفاجئ لما بيلاقي قلبه بيدق، وبيفتكر لما وعد مراته انه قلبه ما يدقش لاي واحده غيرها، وبيبعدها عنه وهو بيقول لها ان مفيش امل بينهم. فبتقول له ومين قالك ان عايزه يكون في امل، وبتقصد تحرجه وبتقول له انه مش نوعها المفضل برضه، وبتعرفه انها مش ضعيفه علشان تركع لحد. وبتحكي له انها لما راحت لطليقها ومراته رفضت تركع وسرقت عربيتهم علشان تجبرهم يدوها النفقه او تبيع العربيه وتاخد هي النفقه بنفسها. فبيقول لها ما انت طلعت نينجا اهو. وعلشان يضايقها بيخليها تحاسب على ايجار العجله، فبتحاسب وهي متعصبه وبتمشي وهي بتشتم عليه وبتقول بيأجر ليه من الاول بدل ناوي يخلينا انا اللي حاسب. وبتبقى متضايقه قوي لانه قال لها انها مش نوعه المفضل. وهنا هي بترجع البيت وبتشوف جدتها وهي ماسكه صوره طليقها وعايزه تكسرها، فبتقول لها لا سيبي لي انا الطلعه دي، وبتبقى هتكسر الصوره. لكن فجاه ابنها بيجي فبتتوتر وبتمثل هي وجدتها انهم كانوا بيمسحوا الصوره، لكن الولد بيكون شاكك فيها وبيسالها بتعملي ايه بالمقص، فبتقول له انها كانت بتقص شعر الجده. فبيسكت الولد لكنه مش بيكون مصدقها. في نفس الوقت بيفضل البطل يفكر فيها وبيقنع نفسه انه مش حاسس باي حاجه، وان اهتمامه بيها كان شفقه عليها بس بسبب حياتها الصعبه. وتاني يوم اخت البطل بتستعد علشان تروح تستلم شغلها الجديد في المدرسه، وبتودع اهلها وهي متحمسه. وفي المدرسه بقى بتتعرف على زمايلها وبتبدا شغل، وبعد الحصص بتتكلم مع بنت اخوها وبتطلب منها ما تعرفش حد انها شغاله في المدرسه، وده لانها مش عايزه جهاد تعرف انها شغاله مع خالد في نفس المكان. وبيشوفها خالد وبيعرض عليها انه يوصلها، فبتوافق على طول وبتروح معاه، لكنها بتتخض لما بتقابل جهاد في الطريق، وبتتضايق جهاد لما بتشوفها مع خالد وبتشدها وبتمشي. وفي الطريق بتتكلم معاها وبتعرفها ان خالد طلب منها انهم يرتبطوا، لكنها تقلانه عليه علشان يحس بقيمتها. فبتقول لها ان خالد شخص كويس وبلاش تلعب بمشاعره. واول ما بتنزل من العربيه بتنهار لانها عرفت ان خالد طلب يرتبط بجهاد، وبتقول عليها ساحره شريره، وبتبقى مستغربه ايه اللي عاجبه فيها. في اللحظه دي بيجي لها اتصال من الممثل وبيطلب منها تجيب له التليفون النهارده، فبتنهار وبتقول له انها مش طايقه نفسها ومش فايقاله، وبتقول له انها لسه متسابه قبل حتى ما تعترف بمشاعرها، وبتقفل في وشه. فبيبص للتليفون وهو بيقول دي مجنونه دي ولا ايه. في نفس الوقت اخو البطل بيقابل واحد صاحبه وبيتفاجئ لما بيعرف منه ان حبيبته ما اتجوزتش ولا سافرت امريكا، وبيفتكر ان صاحبه بيكذب عليه وبيتخانق معاه وبيكون هيضربه، لكن بيأكد له ان دي الحقيقه وبيقول له يواجهها وهي هتعترف بكل حاجه. فبيسيبه وبيمشي وهو متعصب لانها كذبت عليه، وبيتصل بيها وبيطلب منها تقابله. وبعد كده بنشوف البطله وهي في القسم وبيتحقق معاها بتهمه سرقه العربيه، وكمان بتهمه انها تجاوزت السرعه المسموح بيها. وبتتصدم لما بيقول لها الضابط ان العربيه فيها كاميرا وهيشغلها علشان يتاكد هي تجاوزت السرعه ولا لا، وبيشغل الفيديو وهي بتكون متوتره. وبيكون البطل واقف معاها في التحقيق وبيكون مركز مع الفيديو اللي شغال، وبيسمعها وهي بتشتم عليه وبتقول انه بخيل ودفعها ايجار العجله. فبتتوتر وبتقول للضابط مش كفايه كده ولا ايه، لكنه بيصمم انه يشغل بقيه الفيديو اللي البطله بتكون بتشتم فيه على البطل لانه قال انه مش معجب بيها. فبيتضايق منها وبيندم انه جه معاها. وهنا بيتصل الضابط بام مريم علشان تيجي تاخد العربيه، وبتقول مريم لامها بعد ما ترجع العربيه تتنازل عن البلاغ وتخرج البطله. وبعد كده بتروح مريم القسم مكان امها وبتقول للبطله انها هتتنازل عن البلاغ بالرغم من انها ما تستحقش. فبتقول لها انها مش هتتنازل حبا فيها وهتتنازل لانها متاكده
متأكدة انها ما غلطتش وعملت كده علشان ولادها، فبتعند مريم معاها وبتصمم انها مش هتتنازل غير لو اعتذرت ليها. في نفس الوقت اخو البطل بيخرج مع حبيبته وبيفضل يبص لها بشفقة وبيفتكر كلام صاحبه لما قال له ان عيلتها خسرت كل حاجة، وهي بتبقى مستغربة تصرفاته، فبيقول لها انه فرحان انه قابلها من جديد ومش بيعرفها انه اكتشف انها كانت بتكذب عليه. في الوقت ده بنرجع للبطلة اللي بيقول لها الضابط انها هتتحبس لو ما خلتش مريم تتنازل عن القضية، فبتبدأ تتخيل نفسها وهي في السجن واولادها بيعيطوا علشانها وبتترجى انه يخرجها، وبيقول البطل ان ممكن يضمنها ويخرجها، لكن الضابط بيرفض وبيقول له ان الحل الوحيد ان مريم تتنازل. فبترفض البطلة انها تعتذر لمريم وبتقرر تتحبس لحد ما البطل يشوف محامي، وبتسلم الحاجات الشخصية بتاعتها وبيقول لها البطل انه هيخلي باله من جدتها والولاد لحد ما يخرجها. وبعد كده بيرجع للبيت وبيلاقي جهاد واقفة بره وهي خايفة وبتترجاه يدخل يتكلم مع ابوها، وبتعرفه انه متعصب لانها سقطت في الامتحان، فبيطمنها انه هيهديه وبيدخل يتكلم معاه، فبيقول له انها فاشلة ومش نافعة غير في الخروجات وصرف الفلوس، وبيلوم مراته على تربيتها، فبتقول له لا تربيتي ملهاش دعوة دي جيناتك انت الفاسدة، وبيتخانقوا سوا هما الاتنين وبيقعد البطل يتفرج عليهم وهو بيقول لنفسه انا ايه اللي دخلني في كل الحوارات دي. في الوقت ده بنرجع للبطلة اللي بتبقى في الزنزانة وبتسمع الستات وهم بيتكلموا عن جرايمهم وبيكونوا كلهم خطر عليها لانهم محبوسين في جرايم قتل، فبتنام علشان ما تتعاملش معاهم. وتاني يوم البطل بيروح لطليق البطلة علشان يطلب منه يتنازل عن القضية، فبيرفض وبيقول له انه مش هيتنازل عن القضية الا لو البطلة عرفت ولاده انهم متطلقين، وبيكون عاوز ياخد حضانة الولاد، فبيقول له البطل ان الولاد هيتصدموا لو عرفوا الحقيقة، وبيطلب منه ان الوضع يفضل زي ما هو علشان مصلحة الولاد، فبيقول له ان مصلحة الولاد معاه هو، وبيقول له يوصل كلامه للبطلة. وهنا بيمشي من عنده وهو متضايق وبيروح يقابل الجدة وبيعرفها ان البطلة في السجن وبيحكي لها اللي حصل، فبتنهار وبتقول له انها ست عجوزة ومش هتقدر تخلي بالها من الولاد لوحدها وبتترجاه علشان يخرجها، فبيقول لها انه مش هيسيبها وهيخرجها، وبتبقى الجدة قلقانة عليها وبتقول زمانها دلوقتي قاعدة من غير اكل. في نفس الوقت بتظهر البطلة وهي بتاكل كميات كبيرة لدرجة ان المساجين بيقولوا انها ما صدقت تدخل السجن علشان تاكل ببلاش. وبعد كده البطل بيروح يقابل اخوه وبيقول له انه صعبان عليه بهدلته وبيطلب منه يتخلى عن حلمه وانه يكون مخرج ويشتغل معاه في الشركة، لكنه بيرفض وبيقول له انه هيفضل يجري ورا حلمه لحد ما يحققه. فبيعجب البطل باصراره وبيديله فلوس وكمان بيديله العربية بتاعته لمدة يوم، فبياخدها وهو فرحان وبيروح يشتري هدية لحبيبته بالفلوس اللي اخدها من اخوه. في نفس الوقت بنشوف حبيبته وهي بتتكلم مع امه وبتكون متضايقة وبتقول لها انه مفكرها متجوزة، وبتقول لها انها قالت له انها مسافرة لامريكا علشان تبطل تشوفه ويبعدوا عن بعض تاني، فبتقول لها ان قرارها احسن ليهم هما الاتنين، فبتعيط وبتقول لها ان معاها حق وبتودعها وبتمشي. وهي في الطريق بتقابل اخو البطل اللي بياخدها يخرجها وبيحاول انه يكون لطيف معاه في الكلام وبيقرب منها، لكنها بتحاول تعامله ببرود، لكنه بيقرر يفضل يحاول وبياخدها لصالة الباليه لانها في الاصل راقصة باليه، فبتقول له انها فقدت لياقتها وما بقتش تقدر ترقص، فبيقول لها انها ترجع احسن من الاول. وهنا بيتمشوا وهم بيسترجعوا ذكرياتهم سوا. في الوقت ده بنروح للبطل اللي بيزور البطلة في السجن وبيقول لها انه هيخرجها وهيخلي باله من عيالها في غيابها، وبيسكت كده وبيكون متردد يتكلم، وبعد تفكير بيعرفها ان طليقها عايز ياخد منها الولاد، فبتتضايق وبتقول له انه تخلى عن ولاده ومش من حقه يطلب انه ياخدهم، لكن البطل بيكون شايف ان لمصلحتها تعمل اللي طليقها عايزه علشان يتنازل عن القضية، فبتنهار من العياط وبتقول له انها مش هتقدر تقول لاولادها ان جوزها خانها. يا ترى البطلة هتقدر تتخلى عن ولادها علشان تخرج من السجن ولا هتقرر تفضل في السجن وتسيب ولادها مع جدتها؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني. سلام عليكم.